أهلا بكم مرة أخرى. شاهدنا معكم فرحة الجماهير المغربية في العاصمة المغربية الرباط، الفرنسية باريس، والقطرية الدوحة، ثم شاهدنا كذلك فرحة جمال سلامي نجم المنتخب المغربي السابق، مدرب المنتخب الأردني المتأهل إلى كأس العالم، هنا في استديوهات بي إن سبورتس، دون أن يعلم أن الزملاء قاموا بتصويره لحظة احتفاله بركلة الترجيح الأخيرة لنصيري. مرة أخرى نعود إلى الرباط مشاهدينا الأعزاء لنواصل التغطية من أرضية الملعب مع أمين، مع سايس، ومع شيف. تفضل أمين. أهلا بكم من جديد. أمامنا لاعب المنتخب المغربي وقائد المنتخب سايس. أهلا وسهلا. Félicitations déjà pour la qualification à la finale. C'était un très difficile match. كانت هذه مباراة صعبة ومعقدة. ما رأيك؟ ما الذي يمكن أن تقوله عن هذه المباراة؟ أولا نحن سعيدون جدا بالترشح للمباراة النهائية. عملنا جاهدا منذ فترة طويلة في الحقيقة لتجهيز لهذه المنافسة في بلدنا في أرضنا التي كان من المهم لنا أن نبلغ فيها النهائي. كنا ندرك كذلك أن هذه المباراة تحديدا ستكون معقدة للغاية أمام خصم نيجيري جيد وجيد جدا، كان تكتيكيا متمركز بشكل ممتاز، لكننا عرفنا كيف نسبب لهم صعوبات كثيرة، واعتقد أن ثلاثي الهجوم بالنسبة لهم اليوم لم يكن فعالا كالعادة. نحن عملنا لتحضير خطة لذلك والخطة نجحت كما ترون. كنا نعرف أن الأمر سيلعب على تفاصيل. ذهبت المباراة لضربات الجزاء، والحمد لله عندما تذهب لضربات الجزاء دائما ما يكون هناك ثقة بتواجد ياسين في المرمى، وهو سهل مأموريتنا ومأمورية المسددين. لذلك كانت لحظة مهمة وكبيرة جدا. أردنا فعلا أن نبلغ النهائي. ها نحن في النهائي. لا يزال هناك مباراة واحدة لكي نحقق حلمنا وحلم كل المغاربة، لذا سنجهز أنفسنا لهذه المباراة يوم الأحد. أجواء جميلة رائعة. أول نهائي منذ 2004. كذلك ما الذي يعني بالنسبة لك أن ربما لا تشارك في هذه المباراة بسبب الإصابة؟ في البداية كان الأمر معقدا في الحقيقة، ونظرا لأن المباريات متقاربة من بعضها البعض، وأنا أعرف أن الفترة الزمنية محسوبة ومحدودة، لذا أنا نسيت ذلك وتخطيت هذا الأمر. الأمر الأهم هو الفريق والمنتخب. أنا أعرف أنه لدي دور مهما كان، ويجب أن نقدم الطاقة الإيجابية للمجموعة، أشجعهم طوال الوقت، أكون موجودا للجميع. حتى بالنسبة لي هذا مهم، بالنسبة لاسترجاعي واستشفائي كذلك. لذا أنا اليوم أحس بأنني في حالة جيدة، في حالة أفضل، وأتمنى ربما بالنسبة للنهائية أن أكون جاهزا في خدمة الفريق إذا ما احتاج إلي طبعا، وسنرى ما سيحدث بالتأكيد. لو لعبت أو لم ألعب، الأهم هو أن نفوز باللقب. أشكرك جزيل الشكر. شكرا لك وحظا سعيدا. شكرا لك. كان هذا رومان سايس كابتن المنتخب المغربي الذي أصيب في المباراة الأولى ولم يتسنى له المشاركة إلى حد الآن رغم حديث عن جاهزيته، وربما نراه في المباراة النهائية. كابتن يوسف، عندما تستمع إلى حوار المدرب إلى رومان سايس تشعر أن هناك لحمة في هذه المجموعة، وهذا يترجم على أرضية الميدان تضحيات من اللاعبين. أكيد يعني أقل شيء لازم يتجازوا بهذه المجموعة من اللاعبين، وعلى هذا المسار منذ تقريبا أكثر من 5 سنوات 4 سنوات كأس العالم، رابع كأس العالم. صحيح كانت عندها فرصة في كأس أفريقيا لكن في كوت ديفوار. الآن فرصتنا أمام جماهيرنا ومع هذا الجمهور على الأرض. ما تظن مع هذه المجموعة الوقت المناسب الآن لتحقيق لقب لغاية تقريبا 51 سنة. لكن أنا شخصيا أتذكر ذلك جيدا. كان نهائي بطولة قطر عام 96، كان يوسف العناوي قد وصل المباراة النهائية، خسر نهائي أمام بيتر كوردا. وقتها يوسف شيبو كان محترفا في النادي العربي، حضر تقريبا كل مباريات يونس العناوي، آزر يونس العناوي، ثم في 2002 فاز يونس العناوي ببطولة قطر. الآن نشاهد العناوي الابن نايل العناوي. بالنسبة لي أعتقد أنه واحد من نجوم البطولة رغم صغر سنه، قدم بطولة كبيرة. أريد أن أعرف وجهة نظر يوسف في أداء نايل العناوي اللي حتى كان قوي شخصية، نفذ أول ركلة ترجيح. طبعا محمد اتفق معك تماما ان نايل العناوي كان مفاجأة هذه الدورة، لأنه أول شيء آخر لاعب كان التحق بالفريق الوطني، ثاني شيء ولا واحد كان يتوقع أن يكون أساسي بهذه السرعة.
ثالث شيء وهو كل مباراة لعبها إلا وكان مميز، رغم أنه في غالب الأحيان لا نرى العمل الكبير اللي يقوم به، خصوصا في عمليات التغطية، في عمليات افتكاك الكرة، في عمليات إعطاء التوازن، في عمليات إخراج الكرة، في عمليات كذلك المساندة. اليوم على عينه نعرفوا أنه جيدا يلعب لاعب بوكس تو بوكس يا محمد، لكن مع إصابة المرابط أصبح عنده دور آخر، وهو دائما أكثر دفاعي، لعب ارتكاز وراء المدافعين أو أمام المدافعين، وأصبح يعطي أكثر قوة خصوصا للمدافعين، لأن اليوم لو ما سجلناش عندنا هدف واحد فقط فهذا يعود كذلك للمنظومه والى العناوي. انا نسميه اللاعب المجهول داخل الفريق اللي دائما يعطيك الثقه ويعطيك القوه، خصوصا في عمليه الاسترجاع وكذلك عمليه التوازن. واضيف الى كلامك يوسف ان هذا العناوي وكما يقال كره القدم فرص، لما حصل على الفرصه ادى جيدا، واليوم كان من أميز اللاعبين، الرئتين النابضتين على مستوى خط الوسط في الاسترجاع، كذلك في القتالية وفي بناء أو محاولة بناء الهجمة. عودة إليكم في الاستوديو. أمين ويوسف، تهنئة لكما كمواطنين مغربيين تمثلان المغرب أفضل تمثيل في بي إن سبورتس على المستوى الإعلامي وكذلك على المستوى الرياضي، قبل ذلك لمشوار تاريخي لأحد أساطير الكرة المغربية الكابتن يوسف الشيف، ومبروك هذا التأهل للمغرب. ودعونا نستمع الآن لنايل العناوي أحد نجوم هذه البطولة، ابن أسطورة التنس يونس العناوي، متحدثا بعد هذا التأهل لمباراة النهائي. إذا معنا العناوي نجم المنتخب المغربي والذي لعب مباراة كبيرة اليوم ضد نيجيريا. ماتش تري ديفيسيل، كانت مباراة صعبة ومعقدة للغاية، ولكن في نهاية الأمر عرفتم كيف تتصرفون مع هذا الضغط. ما كان مفتاح النجاح حسب رأيكم كي تبلغ النهائي؟ كما ذكرت فعلا كانت هذه مباراة صعبة ومعقدة، واجهنا خصما نيجيريا ممتازا قدم مباراة جيدة للغاية، ونحن عرفنا كيف نكون متماسكين صامدين. لم نقبل فرصا كثيرة من قبل الخصم وقمنا بالحد من هجومه، وهذه قوتنا. دفعنا مع بعضنا البعض، حتى ضربات الجزاء كنا متآزرين كمجموعة واحدة، ونحن جميعا في نفس المغامرة الآن. على الصعيد الشخصي تسديد ضربة الجزاء الأولى، كيف كان الإحساس؟ حسنا، ضغط بالتأكيد، ولكن أعتقد أن الأسوأ هو أن يكون هناك الندم لاحقا، أن لا تحاول على الأقل. لذا عندما يجب أن تقوم بشيء ما لا تفكر كثيرا وفعله، هذا ما فعلته. الآن السنغال، كيف ترى هذا الخصم الذي لم يلعب 120 دقيقة مثلكم؟ خصم كبير مرة أخرى. لم نتابع مباراتهم لسوء الحظ لأننا كنا نجهز مباراتنا، لكن فريق كبير، بلد كبير في كرة القدم. لذا دعونا نتمتع بهذه الليلة أولا، وسنركز على المباراة القادمة يوم الأحد. ناوي الذي خص بي إن سبورتس بهذه التصريحات. عزيز محمد ذكر منذ بداية البطولة بأن المنتخب المغرب هو المرشح الأول للفوز بهذه البطولة، ثم كرر في أكثر من استوديو بأنه من أهم عوامل الفوز بهذه البطولة امتلاك حارس متميز، وهو من فاز مرتين مع منتخب مصر بوجود الحضري، الذي فاز هو الآخر ب3 ألقاب مع وجود فريق أكيد قوي لكن حارس مرمى تاريخي. لا بطولات بدون حارس مرمى، وهذا يعود الكلام أكيد إلى بونو ما قدمه في هذه البطولة حتى الآن. هذه أول مرة كابتن المغرب تقدم 4 مباريات متتالية في كأس أفريقيا بكلين شيت. كلين شيت صحيح. وثانيا عندما تكلم محمد على أن رشح المنتخب المغربي من البداية مقارنة مع المنتخبات الأخرى وفورمة المنتخبات الأخرى في الإقصائيات وقبل، لكن عندما بدأت البطولة شفنا بأن المنتخبات الأخرى بدأت تتطور. صحيح. شفنا المنتخب المصري مغاير، شفنا المنتخب النيجيري مغاير، الجزائر، السنغال، كاميرون، مصر، كثر المرشحون. صحيح. لذلك شفنا ايضا ان لا، والنصف الاول منتخب المغرب كان فيه الكثير من الانتقادات على طريقه اللعب. لا على طريقه، لان احنا دائما نرشح المنتخب على حسب الاسماء اللي توفر عليها الادوات، لكن الادوات لا تلعب لوحدها، لازم يكون هناك مشروع، لازم يكون هناك توليفه، لازم يكون هناك ايضا خصم تلعب امام وامام، هناك خصوم تهيئ لك، انت بلد منظم تلعب تحت الضغط ايضا. لا تنسى بأن الملاعب الجيدة والرائعة والأمطار سرعت شيئا ما من التمريرات، من سرعت من النسق، رفعت من النسق. لذلك فبعض المنتخبات حتى هم ارتقى مستواهم إلى أعلى، لذلك شفنا ندية كبيرة. لكن المنتخب المغربي أظن بأن اليوم مباراته كانت معقدة. لماذا معقدة؟ لم يستطيع التسجيل، لم يوفق في التسجيل. لو كان سجل لكانت المباراة تكون أسهل له، لكن كانت معقدة لأنه لم يوفق في التسجيل، ولكن لم تكن معقدة لأن نيجيريا كانت
هي الخطيره. لا بالمناسبة كابتن، المنتخب قبل هذه المغربي كان هو المباراة، الاخطر في المباراه. قبل هذه المباراة نيجيريا والمغرب ولا منتخب تأخر في النتيجة ولا مرة في البطولة. نعم. يعني ولا مرة جرب تأخر شعور استقبال نعم. هدف، حتى نعم. في هذه المباراة لم يستقبل هدف. نعم لم يستقبل اي هدف. هذا يدل على ان هناك صحيح توفيق من وليد ركراكي. من بعد مباراة مالي كان هناك تغيير جذري. أنا قلت بأن المدرب الرائع هو المدرب الذي يعرف كيف يستغل الانتقادات الإيجابية ويحولها إلى انتصار، إلى فوز، إلى مكسب، وهذا مهم جدا. برافو لوليد لأنك صححت ونجحت في التصحيح ووصلت بالفريق إلى بر الأمان. تحدث كابتن عزيز عن حارس مرمى المنتخب المغربي بونو إلى تصريحات هذا الحارس الكبير الأسطوري، أكيد واحد من أفضل الحراس في تاريخ الكرة المغربية والإفريقية والعالمية كذلك، متحدثا بعد هذه المنتخب. إذا مع بطل هذه المعركة ياسين بونو، متخصص ركلات الجزاء دائما. ياسين ما شاء الله تبارك الله، يعني فوز مستحق بذكريات المونديال ضد إسبانيا مرة أخرى صنعت الفارق. كيف عشت ركلات الترجيح؟ وصراحة كان شويه ديال الضغط، ولكن الحمد لله فاللاعبين كانوا في مستوى كبير وداروا مهمه ديالهم. يعني لا تشعر بالضغط حين يهتف الجمهور في الملعب بونو بونو بونو؟ هذه الثقة الكبيرة في قدرتك على التعامل مع ركلات الترجيح. والجمهور تيساندك، فخصك تكون في المستوى باش ترجع ليه ذاك الحب اللي تيعطيك. كتبقى كرة القدم، فكرة القدم بعض المرات كترضيك بعض المرات لا، وهادشي الآن على بعد 90 دقيقة من الكأس، كيف تشعر والكأس صارت أقرب من أي وقت مضى؟ وهذا كان واحد الهدف بالنسبة لنا احنا المنتخب الوطني باش نوصلوا لنهار 18. كنظن عندنا نحين 3 أيام باش يعني نهيو المباراة ونكونوا يعني بدنيا وذهنيا في مستوى كبير. وكما قلتي غادي يكون واحد العرس كروي كبير، وكنظن ان الدراري قادين باش يواجهوا هذه المسؤوليه وهذه المباريات يعني اللي في هذا الحجم. توقعاتك لمباراه السنغال لن تكون اصعب من مباراه نيجيريا؟ وهما ملي كتوصل نصف نهائي ربع نهائي، فكاع الفرق تيكونوا في مستوى كبير وكيتلعبوا المباريات في جزئيات. هادشي اللي كاين، فغادي نركزوا على المباراه الجايه ان شاء الله، وان شاء الله نكونوا في مستوى كبير. شكرا ياسين، شكرا بكل توفيق. اذا ياسين عودة اليكم.